بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني الأعزاء، نرحب بكم مجددا على قناتنا الجديد 24 للحديث عن واقع يتصل باتفاقية الحدود ل 15 يونيو 1978 مع الجارة الجزائر الشقيقة. الجديد في الأمر أن كما قلت في الحلقة قبل منا أنه المغرب له الحق أن يراجع هذه الاتفاقية بعد التجديد الثاني الذي ينتهي في 2028 وفقا لأحكام الاتفاقية. والأسباب لأن الجزائر أخلت بالشروط الواردة في هذه الاتفاقية، اللي هو تشكيل أو بناء الأرضية اقتصادية وما تحتمه من كهرباء ومياه وإلى آخره لاستغلال المعقلان والمشترك والمتساوي لحديد قارة الجبيلات. وثم كذلك محاولة تصدير العنف إلى المغرب، العنف السياسي، بعد أن اجتاح هذا العنف الجزائري لمدة 10 سنوات وطحنوا حوالي 4 مليون مواطن جزائري، والآن 30,000 مختفي لا مصير لهم، غير معروفي المصير. هناك معطيات أخرى، وأن هذا الجار ديال الجزائر اللي هما عصابة ديال العسكري تالية اللي سرقوا السلطة السياسية، سرقوها من القادة التاريخيين اللي قتلوا منهم واحد العداد بحال محمد خيضار، بحال كريم القاسم، ونفاو العداد بحال حسين حمد، واعتقلوا شي وحدين تماتوا بحال فرحات حشاد، بحال فرحات عباس وغيرهم. يعني هاد الناس هادو راه ماشي غير حنا اللي تآمروا علينا وداونا للصحراء الشرقيه اللي خصنا نعاودوها نرجعوها، وانما كذلك راه سارقين حتى تونس حسب ما سترون في هذا المخطط. تونس لها ولايه كتسمى ولايه الطرف، تقع ما بين تونس والجزائر، اقصى الشمال الشرقي الجزائري او الغربي التونسي. هذا الطرف هي بلاد ديال الشاذلي بن جديد. وكما كنا نحن كما غالبا كنعطيوهم طول الحدود فوق 1000 كيلومتر يتحركوا فيها لمواجهة الفرنسيين ما بين 54 و 63، كذلك التونسيون سمحوا في هذه المنطقة ديال الطرف لتمرير الأسلحة الواردة من الشرق العربي أو المشارات من إيطاليا أو اليونان أو إلى آخره. وهذا يعني بذريعة يعني تمكين الجزائريين من أسباب النصر والنجاح في تراثهم. ولكن هاد الإخوان هادو فاش انتصروا رفضوا الانسحاب من هذه المناطق، اعتبروها ديالهم، ورفعوا شعار أنه لا تراجع عن الحدود الموروثة عن الاستعمار. الفرنسيين كانوا كيعطيوكم أراضي في محاولة لنزع الشوكة ديال المغرب وتونس وليبيا من حاجكم من حذائهم. ومحمد الخامس رفض لأنه في مقابل يهز يديه على الثورة الجزائرية يعطيوه اللي بغى، رفض، قال متى تستقلوا يعطونا حقنا. ولكن عندما استقلت الجزائر في 5 يوليو 1962 رفضوا الانسحاب من هذه المناطق، وعندهم الوجه احمر، مشاو الجمعيه العموميه المتحده وطلبوا لها تصفيه الاستعمار في الصحراء الغربيه، تصفيه الاستعمار. وراه قبل من ديك كان بعدا الطرف تخرج منها عسكري ثانيه جزائريه البليده، وتخرج من الاراضي ديال ليبيا في غدامس الجنوبيه. هذه المنطقه ديال غدامس، غدامس حنا عندنا فيها علاقات لان مع التنظيم السري المسلح ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، كانت هي الممر ديالنا في النشاطات ديالنا انذاك. لان هذو المنطقه ديال الامازيغ ديال ليبيا غدامس، لذلك عيا القذافي طلب لهم الانسحاب من ديك المناطق، وعيا بورقيبه رفضوا. هذه فضيحه،
هذه خصها العودة إلى اللجنة الرابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لطلب كاين 17 إقليم حتى الآن لم تتمتع بحكم الذاتي حسب بيان 1960. خصها تزاد هذه دابا الطرف وغدامس. وطبعا الحدود ديالنا اللي هي حقيقة الاتفاقية دابا بقات 3 سنين 4 سنين خصنا نوضوا لهم. قضية أخرى أنه كتاب آخر ضمن كانت درته على الكولوني ماجور عمر غاندي شافه الله، كان هذا من قادة الجيش التحرير المغربي على الحدود مع الجزائر، يعني من المنطقة الشمالية حتى لطاطا. وأنا كاتب له يعني، والكتاب تقديم المندوب السامي للمقاومة والجيش التحرير، وتقديم المرحوم الصديق الدكتور زكي مبارك، وفيه على أنه فاش كان هو مسؤول المنطقة الشرقية هو الكولوني منير بوشعيب ومعهم محمد بوراس الفيكيكي وبوبو الفيكيكي، كانوا السكان كيتشكاو من الجزائريين، في النهار كيرعاو، في الليل كتبان الأسلحة وكيسرقوا ديال الناس، كيسرقوا لهم المواشي ديالهم والسيارات ديالهم وجمالهم. والقضية معروفة عند الباشا ديال بركان المرحوم قدو الورصاصي وكتبها. ولكن جيش التحرير كلف عمر غاندي معروف بقوة ديالو بالصلابة ديالو مع شيخ العرب عمليات ديال الرباط، عمليات الفدائية وغيرها. يعني مشيت لتما قال لقيت المجاهدين لقيتهم الشفارة، قال لي عرفتي مخرن كنغوي مخرن ولكن نغود الثوار يمخرن. قال لك واحد النهار انا واد الصفصاف مشيت للجبل حاصرتهم، وقال لك شي 15 يوم جوعتهم، لا ما لا ما كذا والو. قال لك هبطوا كيعكزوا بالبنادق ديالهم، ها العار ودي ها العار ها العار، ما بقاوش نعاودوا. قالوا لا طلعوا الكاميو، قال لك ها العار، حيد لهم السلاح كتفهم، جابوهم القياده العامه في قلميم، ومحمد الخامس صيفطوا راه كيبرد السوق، الله يخليك ولدي صيفطهم مليان نعطوهم للجزائر، راه ما بقاش يعاودوا. يا صاحبي اشاعوا بياض ظهرانينا مقابل الايواء والدعم اللصوصيه الويسترن. لذلك هذا كما كتشوفوا في هذا الاتفاق، هذا المخطط ديال ولايات الطرف التونسيه داوها دابا، راه هي داخله في 58 ولايه جزائريه، بلعوها، وغدام في الجنوب تاهي بلعوها. راه الان هذه الايامات هذيك كيحارب تما هذاك كيسمي راسو هو المشير، لواء بزاف عليه، هو هذاك حفتر راسو ماريشال. هذيك المنطقه يلاه شافت غير مونتغومري وروميل كاع في التاريخ البشري، كاع هذيك المنطقه ديال شمال افريقيا. قال لك هو الماريشال حفتر، عندي واحد 10 الكتائب صدع الدنيا، راه دابا كيحارب تما، راه واقف في الجزائر هنا مع هذيك الجماعه ديال الازواد امازيغ ديال الجنوب ديال مالي. ثم كذلك كنشوفوا هنا النيجير ومالي راه كيتشكاو من الجزائريين، كيمارسوا عليهم وصايه، كيبغوا عندهم دروس في مكافحه الارهاب، في التدبير الاقتصادي الى اخره، كيتشكاو منهم بحال شي قوه استعماريه. طبعا الى عندنا شي جهه، اعتقد الى عندنا شي جهه مسؤوله في هذا الموضوع، راه خص يهزوا حقايبهم، يمشيو لتونس، يمشيو لليبيا، يوجدوا ملف مشترك ديال دعوه مشتركه لرفع اليد الجزائريين على المستعمرات ديال اللي خدات في تونس وليبيا، في موازاة مع قضيتنا حنا بفسخ اتفاقية تونس من جانب واحد. هذه هي اعتقد المعركة المشرفة اللي وغادي نعتقوا بها رقاب الاخوة الجزائريين اللي هلكوهم بالقتل والاختطافات، واللي وقفوا لهم الحراك اللي مساكن عام ونص هما كاين الحراك وقمعوه وقفوه. وستكون اكبر خدمه للاخوه الجزائريين. ألخص ما قلت واقول انه لمحاصره هذا العسكري تالية وطموحاته الحمقاء المتهوره يجب الاستعانه بالاخوه التونسيين اللي حتى هما راه عياو يطالبوا بولايه الطرف،
ونستعنوا بالليبيين اللي الان راه داك سميتو حفتر راه خدام يعني في المنطقه باش يوسع على حساب الحكومه ديال طرابلس الاخرى. يعني وطبعا هذا سيقودنا لاحقا الى الجمعيه العامه المتحده، الى اللجنه الرابعه ديال تصفيه الاستعمار، ثم الى اللي هي كتطلب المحكمه الدوليه في الهاي يبدا راي استشاري، نرجعوا عاود ازيرو ونوقفوا ما اتفق عليه في 1970 بشكل ظالم ومجحف للمصلحه ديال الجنرالات في الجزائر، وهذاك الغير مأسوف على رحيله السفاح وفقير. ودمتم في رعاية الله.